يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على اخواتي وحبايبي. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عدى. النهارده بقى زي ما انتم شايفين معايا كده، حبيت اعمل معاكم فيديو روتين يكون تشجيعي كده ويكون حماس، عشان خاطر انتوا تشجعوا وتقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. طبعا كده في البداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بسلم على كل الناس الجديدة اللي نورتني وشرفتني في القناة. نورتوني كده وشرفتوني وكنتوا كده دايما على الراس من فوق. يا رب كده القناة تعجبكم والفيديوهات تعجبكم. ولكل واحدة جديدة لسه داخلة معايا القناة، أنا نورة ودي قناتي. أتمنى إن شاء الله كده لو أنت لسه جديدة تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الكل عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله. ويلا بينا على الفيديو النهارده بقى. زي ما انتم شايفين كده، فيديو تشجيع، فيديو حماس يخليكي تقومي تتشجعي وتقضيها بقى رغاوي كده وميه وتدلقي كده وتديله ادي في النظافه. عايزه اقول لك هتشمي ريحه النظافه من على بعض. بص بقى يا حبيبه قلبي، انا كان اليوم ده كنت بمسح الشقه. جبت ميه ورحت حاطه عليها كروت خام. عايزه اقول لكم الكرول الخام من انضف الحاجات اللي بتنضف معاكي البقع. ولو في جراثيم، في مثلا لا قدر الله حشرات ولا اي حاجه من الحاجات دي، عايزه اقول لكم ان هو بيملط معاكي الدنيا وبينضف وبيخلي كل حاجه تمام. زي ما انتم شايفين معايا كده بمسح بقى الارض. وكنت بتاع ده زي ما انتم شايفين معايا كده بشد بالمساحه. وبرحب طبعا بالناس الجديده اللي دخلت معايا القناه. نورتوني كده وشرفتوني. يا رب كده القناه باذن الله تكون عند حسن ايه ظنكم. زي ما انتم شايفين معايا كده كنت ببتدي بقى احط ميه بصابون وابتدي بقى اشد بالمساحه. انا عايزه اقول لك ان الفيديو دوت كانت لما كان الجو كان حر وكده و... وساعتها كانت الموجه بتاعت الحر وكده، فقلت بقى ايه ان انا امسح الارض وكده وانضف الدنيا، علشان خاطر ان انتوا عارفين طبعا المسيح وكده بيدي طاقه ايجابيه وبيطلع اي طاقه سلبيه في المكان وكده. يا رب كده يكون فيديو خفيف كده لطيف عليكم ويعجبكم باذن الله. وطبعا اللي بتوصل معايا لغايه هنا يا جماعه متنسانوش بلايك وكومنت حلو زيها كده. طبعا بقى انا عايزاكم تنتظروا الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات حلوه كتير وفي مفاجاه كده باذن الله انا بحضرها لكم، بس طبعا على الله التسهيل باذن الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين معايا كده ابتديت بقى ان انا اخش على البلكونه. انا عايزه اقول لكم طبعا لما باجي امسح وكده ببتدي دايما امسح البلكونه الاول بعد كده بمسح الشقه. يعني مش في ناس بتمسح مثلا الشقه وتخلي البلكونه اخر حاجه. انا بحب دايما ابتدي بالبلكونه عشان خاطر البلكونه عندي الصراحه يعني بتدي هوا حلو وكده. وطبعا لو انت بقى لسه بتتفرجي معايا قومي بعمل لك كوبايه كوفي ميكس كده او كوبايه قهوه، روقي على نفسك وتعالي بقى كملي معايا الفيديو. يا رب كده الفيديو يشجعك باذن الله كده وتقومي بقى ايه تشوفي اللي وراكي. وطبعا الناس الجديده اللي دخلت معايا القناه يا ريت يعني تعرفونا بيكم بقى عشان نرحب بيكم الفيديوهات الجايه باذن الله. زي ما انتم شايفين معايا كده ببتدي بقى اشد الارض وكده. وزي ما انتم شايفين طبعا بقى الكرول الصراحه بينظف الارض وبيضيع اي بقى ايه اي وساخه اي حاجه الكلام ده كله. يا رب كده ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو مش مسيح وبس، انا عايزه اقول لكم ان انا كمان عملت تنتاكي وكده. طبعا هجيب لكم بقى اخر طريقه انا يعني وقت التحضير بتاعها وكده. ان شاء الله برضو تعجبكم. ولو عجبين لو يعني لو عجبكم الوصف، لو عجبكم مثلا المنظر وكده وعايزين الوصفه تكتبوا لي بقى ان شاء الله كده وابقى انزلها لكم باذن الله. انا بقى كنت خلاص دخلت على الصاله وكنت برضو بمسح الصاله. انا عايزه اقول لكم انا ما بشيل السجاد ما بكنس، يعني بدلق ميه على طول بكرول وبعد كده بقوم شاده بالمساحه على طول، عشان خاطر هي بتظبط معايا الدنيا وبتخلي معايا كل حاجه تمام. زي ما انتم شايفين معايا كده. ومتنسوش بقى تصلوا على النبي كده في الكومنتات عشان كلنا نلم حسنات مع بعض. زي ما انتم شايفين معايا انا عايزه اقول لكم ان انا بوريكم لقطه وبعد كده بقفل وبعد كده بكمل انا مع نفسي. وطبعا بجيب برضو ورا الكنب وكده. هنا بقى كنت خلاص خلصت. شامين بقى ريحه النظافه. شايفين الشقه بقت نضيفه ازاي ونضيفه، يعني بصوا نظافه مفيش بعدها نظافه. هنا بقى كان في غسيل. طبعا يعني الحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا الحمد لله وجبنا غساله كان الفيديو اللي فات. وطبعا بقى ربنا يخليها لنا ايه كل يوم بقى بنغسل بقى وكده. انتوا عارفين طبعا ان العمال ما بتخلص، المواعين ما بتخلص، الغسيل ما بيخلص. ربنا يعني يديمها نعمة علينا. والحمد لله والشكر لله على نعمة الحياة، الحياة اللي بتدب في البيت وكده. زي ما انتم شايفين معايا هنا بقى كنت بعمل غسلة معاكم وقلت اصورها. هنا كنت حاطة كلوركس الوان وهحط رابسو. عايزة اقول لكم من الرابسو اللي انا كنت بقول لكم على الفيديو اللي فات دوت تحفة. وفي نفس الوقت مش غالي، يعني كان ال2 كيلو كانوا عاملين 100 جنيه.
كنت انا قايله اسمه الفيديو اللي فات، الصراحه دلوقتي مش فاكره اسمه. يا رب كده الفيديو يكون خفيف لطيف كده ويعجبكم باذن الله. و... ولو انت لسه جديده يعني تنزلي تكتبي لي في الكومنتات اسمك عشان ارحب بيكي باذن الله. هنا بقى انا كنت بشغل الغساله، وطبعا يعني زي ما انتوا عارفين طبعا الغساله ديت الاصدار الحديث وكده، بسم الله ما شاء الله، يعني اللي هي ايه سهله في التعامل بتاعها وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عايزه اقول لكم الصراحه الميزه الحلوه اللي فيها ان الميه لما بتقطع بتدمر، يعني بتعرفني ان الميه قطعت وما بتوقف ما بتشتغلش. إيه حاجه تانية، ان هي برضو ان هي بتنضف الغسيل زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا هنا بقى الحمد لله والشكر لله كنا خلاص خلصنا الشقه، وهنا كان معطر فريده. عايزه اقول لكم المعطر فريده ده الصراحه حلو جدا بيعطر المكان، بس طبعا لما بتفتحي الشبابيك والكلام ده الريحه طبعا ما بتثبتش، بتروح بسرعه. بس حتة ان اما تمسحي الشقة كده وتعطري وتدي كده، بتدي روح للحياة، بتدي روح للبيت كده، وبتدي طاقة ايجابية كده للبيت. وطبعا انتوا عارفين طبعا الست دايما هي اللي بتدي روح للبيت وكده. يا رب كده يكون فيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم، عشان عارفة ان في ناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة وكده. زي ما انتوا شايفين معايا هنا انا برش المعطر على الانتريه نفسه عشان خاطر الريحة تفضل ثابتة. لو وصلتي معايا لغاية هنا بقى متنسونيش بلايك وكومنت حلو، وعايزاكم تنتظروا ان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله. هعمل لكم فيديوهات حلوه بردك. هنا بردك كان عندي ورد اللي هو الصناعي دوت، كنت بحط عليه بردك معطر عشان خاطر يدي ريحه حلوه وكده. ايه رايكم بقى في الورد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتظروا بقى ان شاء الله الفيديو الجاي، هعمل لكم باذن الله كده جوله في الريف العربي. عايزه اقول لكم الصراحه يعني الفيديو الجاي دوت هيبقى حلو ويشجعكم مثلا انتوا تخرجوا يوم كده تغيروا جو وتفصلوا كده عن جو البيت. انتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله. هنا بقى كنت خلاص خلصت، وهنا كنت بقى عملت التنتاكي وغرفت، وحبيت بقى اوريكم الشكل النهائي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.